إذا الناس ما تحترمكش ما تروحيش ديري لي دور الضحية ديراكت نو. حبسي وشوفي روحك في المراية. يمكن المشكل ما راش فيهم، يمكن انت عطيتيهم الحق باش يتجاوزوا حدودهم. خليني نقول لك الحقيقة اللي ما يحب حتى واحد يسمعها. الناس يعاملوك كيما انت تسمحي لهم يعاملوك. إذا قبلتي القليل يعطوك أقل، إذا سكتي يزيدوا يتماداو. أول حاجة تحاولي ترضي الناس كامل وتقولي ما نحبش نزعفهم وما نحبش نخسرهم. بصح عمرك سقسيتي روحك شكون راهو خايف يخسرك انتي؟ تاني حاجة تسمحي لأي واحد يهدر معاك بأي طريقة. مرة يقول كلمة توجعك تضحكي وتفوتي نورمال، مرة يطيح لك قيمتك ألوغ تقولي عادي. وهنا الغلطة الكبيرة، لأنك راكي تعلميه باللي هذا الشيء عادي بالنسبة ليك. ثالث حاجة دايما انتيا اللي تعتذري، حتى مام إذا ما كنتيش غلطة تقولي معليش خلاص أنا نطلب السماح. ومع الوقت يولي يشوفك ضعيفة وما عندكش قيمة ويزيد يضغط عليك أكتر وأكتر. رابع حاجة دايما تكوني متوفرة، تردي ديغاكت على لي ميساج، وإذا عيطولك تروحي تريبوندي كلمة بولا ديغاكت. إذا طلبوك لكاش حاجة تقولي ديغاكتومون وي، بلا ما تخمي وبلا ما تشوفي اسكو تقدري. بصح كي تحتاجيهم ما تلقايهمش، هنايا المشكلة تبدا. خامس حاجة نقصي من روحك باش تناسبي الناس، تبدلي في روحك وفي طريقة كلامك وفي شخصيتك غير باش يقبلوك. والحقيقة اللي يحبك بصح يحبك كما راكي، ماشي نسخة مزيفة منك. سادس حاجة تخافي تقولي لا، كلش تقولي عليه وي، حتى كي تكوني تعبانة، حتى كي تكون ما عندكش مام ايفور ولا عندك طاقة. وكي تقولي وي للناس كامل راكي تقولي نو لروحك. سابع حاجة سامحي بزاف وبدون حدود، مرة زوج ثلاثة حتى تولي الغلطة عندهم عادي وانتي تولي مجرد محطة يرجعوا لها كي يغلطوا. الوغ سمعيني مليح، القيمة مش هضرة، القيمة مواقف. كي تبداي تحترمي روحك الناس كامل يتعلموا يحترموك. من اليوم ما تزيديش تسكتي على اللي زعفك، وما تزيديش تعطي وقتك اللي ما يقدركش، وما تزيديش تنقصي من روحك لأي واحد مهما كان يكون. وما تزيديش تسكتي على اللي زعفك، وما تزيديش تعطي وقتك اللي ما يقدركش، وما تزيديش تنقصي من روحك لأي واحد. الاحترام ما تطلبيش، الاحترام انتي تفرضيه، واللي ما يعرفش قيمتك خليه يتعلم يعيش بلا بيك. هذه هي حبيبتي. واذا هذا الكلام وجعك شويه معناها كان لازم تسمعيه. ديري لي لايك وتابعي الصفحه، لانه الجاي راح يخليك تولي نسخه اقوى من روحك. باي باي.